ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام بخير. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في الاكاديميه؟ احنا كده بقالنا شهر واسبوع بالظبط. رايكم ايه في الاكاديميه والكباتن والاداريين الموجودين في المكان؟ والله ما شاء الله حاجه جميله جدا، والسباحه انا رياضه انا بحبها جدا، لان انا راجل كنت بلعب كوره فاصابات الكوره كتير، لكن السباحه بتشغل الجسم كله، ايد ورجل وذهن وكل حاجه. ثانيا الكابتن غريب ربنا يوفقه، يعني حاجه جميله وجديده في المنطقه عندنا، سواء بقى في نايه او كرداسه، فاتمنى ان هي تنجح وتكمل وتستمر. الولد او البنت في السن ده محتاج ان هو يطلع طاقه. الطاقة دي طلعت في مجال مش موجه، هيبقى السلوك مش كويس. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في الاكاديميه؟ سنتين. رايكم ايه في الاكاديميه والكباتن والاداريين الموجودين في المكان؟ هم كويسين جدا، وانا كنت جايبه اولادي عشان يتعلموا يعوموا، بس يعني يتعلموا العوم عشان هم ما كانوش بيعرفوا يعوموا. فلقيت موضوع السباحه ده حاجه تانية، يعني حاجه ما كنتش اعرفها، في ستارات وان هم في كل مره بيروحوا مراحل اعلى. فسبت يعني الانجاز ان هم ولادي السنه دي خدوا الاستارات كلها. يعني انا مبسوطه من التقدم بتاعهم، يعني ما كنتش متوقعه ان هم هيعرفوا يعوموا وهيعرفوا يتعلموا الحاجات دي. الرياضه فرقت في اسلوبهم وحياتهم ولا؟ ايوه، فرقت معاهم صحيا وبدنيا وكل حاجه. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا هنا؟ انا بقالي شهر ونص عامه. رايكم ايه في الاكاديميه والكباتن والاداريين الموجودين في المكان؟ جميله جدا، وانا ابني من شهر واحد تفوق واتنقل لمرحله تانية. تمام يعني. ايه اللي بيميز الاكاديميه عندنا عن باقي الاكاديميات التانية؟ والله المدربين كويسين، والمدربين مهتمين جدا بالاطفال، يعني مش بيسيبوهم لوحديهم، يعني دايما مع الاطفال متواجدين باستمرار. ايه الانجاز اللي حققتوه معانا في الرياضه؟ كتير. انا يعني ابني كان حلمه ان هو يبقى في السباحه، فالموضوع ده فرق معاه جدا. الرياضه فرقت في حياه وسلوك الولاد ولا لا؟ طبعا، اكيد في كل حاجه، وبعدين هو بيستنى الميعاد بتاع التمرين. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في أنا الأكاديمية؟ بقالي 7 شهور. رأيكم ايه في الأكاديمية والكباتن والإداريين الموجودين؟ لأ بصراحة كلّهم ممتازين جدًا. ايه اللي بيميز الأكاديمية عندنا عن باقي الأماكن التانية؟ لأ اهتمام بالطفل، بيعلّموه الحاجات صح. بقى حابب إن هو ييجي، مش عايز إن هو ييجي، لأ ما بقى كان عنده خوف من المَيّة، دلوقتي لأ بالعكس بقى عنده الميعاد ميعاد مضبوط، عنده التزام. الرياضة فرقت في سلوك وحياة الولاد ولا لأ؟ لأ هي فرقت مع يوسف كتير، فرقت في سلوكه وفرقت إن هو بقى عنده شخصية. يعني هو يعني شخصيته موجودة وكل حاجة، بس عنده ثقة أكتر في نفسه، وعنده إن هو عنده عايز يعمل حاجات أكتر جديدة والكلام ده. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في الأكاديمية؟ أنا بقالي سنتين هنا. لأ أنا بقالي 7 شهور. رأيكم ايه في الأكاديمية والكباتن والإداريين الموجودين في المكان؟ لا ما شاء الله، يعني كويسين وطريقتهم كويسة وابني بيحب الكابتن اللي بيدربه. تمام الحمد لله، بنتي كل مرة أحسن فأحسن، وبتحب المكان وتحسن، وعندها حماس أكتر من الأول. إيجابيات في كل حاجة بتحصل، اهتمام بالأولاد على طول. ايه الإنجاز اللي حققتوه في الرياضة معانا؟ احنا الحمد لله ستار وان دلوقتي. انا ما كانش عندي فكرة اصلا ان هو يتعلم حاجة، الحمد لله احسن كتير يعني. أنا كمان بردك يعني بنتي بردك بقالها 7 شهور ووصلت لستار 1، دي حاجة كويسة جدا بردك. الرياضة فرقت في حياة وسلوك الولاد ولا لأ؟ ايوه، كان عندي ابني عنده فرط حركة يعتبر بس الحمد لله هدي كتير عن الاول. طاقته طبعا خرجت في السباحة. بردك تمام بردك، يعني البنت تحسن وجسمها بقى أحسن، والأكل بتاعها بقى أفضل، وحماس أكتر من الأول. ايه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا؟ بقالنا 6 شهور تقريبا. رأيكم ايه في الأكاديمية والكباتن لا والإداريين والله الموجودين في المكان؟ المكان كله جميل جدا الصراحه، يعني من اول كابتن غريب للكباتن كلها في البول مع الاولاد، ما شاء الله في تحسن، يعني انا شايفه غير نظافه المكان يعني. إيه اللي بيميز الأكاديمية عندنا عن باقي الأكاديميات التانية؟ يعني اولا الكباتن معاملتها حلوه مع الاطفال، بيحببين الاطفال في موضوع السباحه، بيتعاملوا معاهم نفسيا كويس. التزام المواعيد. ايه الإنجاز اللي حققتوه في الرياضة؟
عندي محمد ابني دلوقتي في المستوى الثالث تقريبا، وكان عندي عبد الله كان عنده رهبه من الميه، وما شاء الله حب موضوع السباحه ومبقاش يخاف من الميه دلوقتي ومكمل في السباحه. الرياضة غيرت حاجة في سلوك وحياة الولاد؟ اكيد طبعا، وظهر عليهم موضوع السلوك بتاعهم اتغير جدا يعني. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في الأكاديمية؟ 3 سنين. رأيكم ايه في الأكاديمية والكباتن والإداريين اللي موجودين؟ الأكاديمية ممتازة والكباتن ما شاء الله عليهم برضه ممتازين. صاحب الأكاديمية يعني فوق الكل يعني ما شاء الله عليه. ايه اللي بيميز الأكاديمية عندنا عن باقي الأكاديميات؟ إن صاحب الأكاديمية موجود في كل حصة، كباتن مستوى عالي وهو أكبر، مفيش حد بيجامل حد. الدنيا جميلة الحمد لله. ايه الإنجاز اللي حققتوه في الرياضة معانا؟ أنا عندي محمد جوهرية داخلة ستار 3، محمد في تجهيزي ليه وفي تقدم الحمد لله، والدنيا كويسة الحمد لله. لكم بقالكوا قد ايه كده بتتمرنوا معانا في الأكاديمية؟ احنا من الموسم اللي قبل اللي فات، من الصيف اللي هو بتاع 2024. يعني رأيك ايه في الأكاديمية والكباتن والإداريين اللي في المكان؟ كلهم بجد بجد ممتازين كلهم. ايه اللي بيميز الأكاديمية عندنا عن باقي الأكاديميات الباقية؟ اللي بيميزها عشان انا رحت اكاديميتين قبل كده او 2 نوادي بجد معروفين، هنا بحس ان في سباق، بحس ان في حاجه خطوه قدام احسن. احنا قعدنا حوالي 2 سنين قبل كده ما كانش في اي تقدم خالص، هنا في سباق، هنا في ستارات، ما كانش في قبل كده الحاجات دي شفناها غير هنا بصراحه. الإنجاز اللي حققتوه في الرياضة عندنا؟ الحمد لله عندنا دلوقتي ستار 3 4، عندنا ستار 1. حلو، ده انجاز بالنسبه لي. ايه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. بقالكوا قد ايه بتتمرنوا معانا في الأكاديمية؟ احنا بقالنا 2 سنين بالظبط. رأيك ايه في الأكاديمية والكباتن والإداريين اللي موجودين في المكان؟ بصراحة الأكاديمية يعني ممتازة أو فوق الممتازة. أنا كنت أصلا بتمرن قبل كده في نادي، يعني نادي كبير جدا، بس بصراحة ما شفتش الكفاءة اللي أنا شفتها هنا، ولا شفت الكباتن ولا شفت الإداريين هنا ما شاء الله ممتازين جدا. فالمكان هنا أكيد مميز بحاجات كتير عن أماكن بره. اللي بيميز الأكاديمية عندنا بعيدا عن الأكاديميات التانية؟ أنا بصراحة شفت هنا اهتمام، شفت يعني بيتعاملوا مع الولاد كأنهم ولادهم وأكتر، مش بيتعاملوا كأنه كابتن وطفل وآخر اليوم بيمشوا. لا لا لا، طبعا هما بيهتموا بالولاد وبيهتموا بكل حاجة، بكل تفاصيل تخص الولاد هنا في الأكاديمية. ايه الإنجاز اللي حققتوه معانا في الرياضة؟ احنا دخلنا بطولات مع كابتن غريب. الرياضة فرقت في حياة وسلوك الولاد ولا لأ؟ أكيد طبعا، جدا جدا جدا. وأنا بنصح كل أم إن هي تقدم لولادها السباحة. السباحة أصلا دي حاجة مهمة جدا جدا.